السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى نعمل اكله النهارده حلوه قوي كده، وبصراحه يعني الاكله دي محببه لقلبي قوي. انا عن نفسي بحبها. دي فراخ بانيه، انا جبتها غسلتها ونضفتها ونقعتها بالمحلول الملحي بتاعها وسبتها شويه وبعدين شطفتها. وهجيب هنا عندي بوله، هحط فيها معلقه بصل بودر وتوم بودر وحبه بابريكا وحبه كركم و وبهارات فراخ وحبة قرفة وفلفل اسمر وحبة كمون. وبعد كده هحط حبة ملح وحبة خل، وهقلب المكونات دي كلها في بعض كده، وبعدين هتبل بهم الفراخ. تمام. بعد ما اتبل بهم الفراخ هتبل الفراخ كويس قوي، وهسيبها بقى في التتبيله دي. مثلا انا عن نفسي سبتها ساعه، بس انت عايزه تسيبها ساعه عايزه تسيبيها اكتر، يعني كل ما تسيبها اكتر كل ما هتبقى احسن يعني. ويفضل لو تبلتيها من بالليل وصحيتي تاني يوم مثلا اشتغلت بيها يعني. المهم انا كنت مستعجله فمعرفتش اتبلها غير ساعه بس. المهم هنتبل الفراخ وهنسيبها نركنها على جنب. وبعدين هنا جبت كوسة وبطاطس وبصل وفلفل اخضر وفصين توم، وهقطع البصل زي ما انتوا شايفين والطماطم والفلفل كده، وحطيت فصين التوم واحط عليهم ملح وفلفل وكمون وشطه. وعايزه تحطي كزبره حطي، دي مش عايزه براحتك يعني، بس انا عامه بحب احط كزبره بتدي ريحه حلوه يعني. المهم وهفرك بقى في الخضار اللي انا قطعته ده كويس قوي كده لحد ما اشم ريحته كده وتطلع. هنا كنت قطعت البطاطس والكوسه بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. وهبتدي بقى يعني اخلي المكونات كلها يعني تشرب من بعضيها، يعني عشان الخضار اللي انا قطعته الكوسه والبطاطس ياخدوا من التتبيله بتاعه البصل والفلفل وكده يعني. المهم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك على قناتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد، وعايزه تشجيع منكم بقى يا جماعه. هنا بعد بقى ما تبلت الخضار بتاعي هنزل بقى بالفراخ كده، هرصها عليها من فوق كده زي ما انتوا شايفين. المهم ان انا هغطي بقى الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبعد كده هحط لها نص كوبايه ميه وشويه زيت، واحطها على عين البوتاجاز. هسيبها بقى تستوي مع نفسها كده لحد ما كله بقى يشرب من بعضه كده. هنا كانت خلاص استوت يا جماعه. انا ما بحطش الحاجه في الفرن عشان انا عندي الفرن بايظ، فانا بكتفي بان انا اسوي الحاجه على البوتاجاز بس. هنا كانت الصينيه خلصت، شايفين البطاطس والكوسه يعني كل حاجه مهريه اصلا. والفراخ كانت مستويه بجد، كان طعمها لذيذ ويستاهل يعني لايك. لو عجبكم ما تنسوش اللايك.